يلا قومي وما تكسليش والحقي نفسك واعملي البيجيفور قبل العيد ما يجي عليكي وانت لسه ما عملتيهوش. واللي خايفه وعندها عقده تيجي تتفرج مع ام ادم مسلم اختك وحبيبتك وقولي بسم الله. والمقادير معاكي سهله وبسيطه جدا جدا، هتحبيها وتعمليها في لمح البصر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. المقادير بتاعتنا: انا هعمل كيلو من البيجيفور هنحط كيلو دقيق، نص كيلو زبده، ربع كيلو سكر بودرة بس كده، وثلاث بيضات. يعني المكونات مش هتاخد معاكي اي وقت ومش هتخليكي تتلخفني ولا تقولي كتير ولا قليل ولا اي حاجه. المكونات اللي قدامك دي لا هتزودي ولا هتنقصي. هنا زي ما انتوا شايفين ثلاث بيضات هنحط عليهم الفانيليا، وهننزل ببيضه بيضه، كل ما بيضه تختفي منك تحطي التانية. نزلنا باول حاجه زي ما شفتوا السمنه او الزبده، وبعد كده نزلنا عليها بالسكر البودره. نفضل نضربهم في بعض لحد ما يبقوا كريمي. طب لو ما عندكيش عجان مش هتعملي؟ لا طبعا هتعملي. هتمسكي طبعا الطبق البلاستيك بتاعنا العسل ده وتنزلي خفق فيه. بس انا عشان ايدي وجعاني بستخدم العجان. زي ما انتوا شايفين نحط بيضه ونلف لفتين لحد ما تختفي، ونحط بيضه تانية لحد ما تخلصي الثلاث بيضات. اسرع من كده واسهل من كده مش هتعملي. وصفة بسيطة جدا جدا وهتخليكي تعملي احلى بيجيفور دايب دوبان. بس كده، وحطينا كده الثلاث بيضات وضربناهم طبعا، وكده بقى جميل جدا مفيش اي كلام تاني. خلصنا كده خلاص، هنقعد بقى ننقشه على طول، مش هياخد معاكي اي حاجة. عندك اللي هي الاشكال البلبلة، اعملي بكيس الحلواني. ما عندكيش وعندك الجهاز ده، الجهاز جميل جدا جدا هوريهولكوا دلوقتي. انا مش جايباه غالي خالص، انا جايباه ب160 جنيه. وفاصلته كالعاده، للي عارف ام ادم مسلم ان هي بتحب تفاصل، فاصلته جبته بكام؟ جبته ب150 جنيه. هنا كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين. ادي كيلو دقيق بقى حطيناه زي ما انتوا شايفين في الطبق او في بوله او في اي حاجه. وهنحط نص معلقه صغيره بيكنج باودر بس كده. وهنحط معاهم كمان ذره ملح للعجن زي ما انتوا شايفين اهو. رحنا بقى نازلين باللي كان في العجان كله كريمي خالص. ننزل في قلب الدقيق، نركن بقى المعلقه على جنب. شمري يا ام ادم يلا وتوكلي على الله. هتروحي لفه لفتين، مش هنزله كله طبعا، هسيب حبه في العجان. ودول اللي هيبقى بالشوكولاته هنحط عليهم معلقتين كاكاو ونص معلقه من السمنه، سمنه بلدي. هنشوف البلوه اللي حصل وارجع لكم. ولادي دول بتوع كوارث، لو ما عملوش كوارث ما يبقوش ولادي. انتوا كمان كده ولا انا بس ولا في ايه؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حطيناه في العجان تاني وادينا له لفه حلوه بقى، اللي هو لون الشوكولاتي الحلو ده. وده الجهاز اللي بقول لكم عليه، انا كل مره بطلعه استخدمه واروح شايلاه في مكانه تاني. عشان كده ما شاء الله شكله جديد زي ما هو. ما شاء الله اللهم بارك. الحاجه طول ما انت بتحافظي عليها هتفضل كويسه. ده الجهاز بتاع البيجيفور جميل جدا جدا، وعنده اشكال تحفه كتير يعني. ما شاء الله اشكاله حلوه. مش خساره فيه 160 ولا 150 مش فاكرة، ما علينا. هنا بقى بوريكم الشغل بتاعه اهو. اهم حاجة نروح حاشينه حشية حلوة كده بالعجينة، وروح بقى تاخدي الشكل اللي على مزاجك بقى اللي انت عايزاه تروحي حطاه. انا عجبني الشكل ده، قلنا نجرب كده معاكم. ما شاء الله اللهم بارك طلع حلو. انا قلت اجرب، عملت منه صاج كامل. وهتحطيه على درجة حرارة 170 والتابعين لان ما بيقعدش كتير في الفرن. هو كبيره من 10 دقايق لربع ساعة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس ما شاء الله زي ما انتوا شايفين طلع جميل جدا جدا على فكرة وعجبني. بصوا ما شاء الله، يعني ما شاء الله تعملي صاج لوحدك في وقت قليل جدا، بينجز معاكي الوقت. هو الحتة الوحيدة اللي بيقف معاكي فيها لما بيخلص وترجعي تعمليه تاني. بس غير كده ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتوا شايفين. اشكال جميله جدا جدا. اللي خايفه، اللي اول مره تعمل يعني حلويات في البيت او مخبوزات في البيت، اتوكلي على الله وقولي بسم الله الرحمن الرحيم وربنا معاكي. وما تخافيش، اكسري الخوف ده واديله بالشلوط وترجيه بره البيت عشان تقومي تعملي حاجتك. انت شطوره وانت تقدري تعملي حاجات احسن من اي شيف واحسن من اي حلواني. بس بتبقي عايزه حبه كده جراءه مش اكتر من كده. فقومي سمي الله. لو هتبدأي بكوبايتين دقيق بس قومي توكلي على الله واعملي بكوبايتين دقيق وكوباية سمنة ونص كوباية سكر بودرة. هيبقى معاكي جميل جدا جدا. هو مش جميل بالمقادير، هو جميل بذكر الله وجميل عشان انتي اللي عاملاه، مش عشان حاجة. ام ادم ما قامتش لقت نفسها كده شيف ولقت نفسها بتعرف تعمل الحاجات دي. لا ده انا كنت في بيت عيلة كان بيضحك عليا وكان بيتريقوا عليا وكان حاجات كتير جدا جدا هقولها لكم ياما. انما العزيمة والإرادة بتخليكي اقوى من اي حد وتخليكي اشطر من اي حد. فقومي وسمي الله واعملي البيجيفور. بصي ما اخدش معانا وقت نهائي،
والله ما عمل يعني بُص ما أخدش وقت كتير معايا، وباقي اللي جاي بقى ده كله لعب بقى وإيه ومسح وأنتِ قاعدة مع ولادِك، حبة فورماسيه ألوان، حبة فورماسيه شوكولاتة، وشوكولاتة بيضا، وشوكولاتة غامقة، وحبة مربى، يا سلام! يا ريت اللعب كله يبقى كده، قصدي يا ريت الشغل كله يبقى كده، بجد أنتِ قاعدة بتلعبي أنتِ وولادِك طبعًا، قُلت لهم يالّا اغسلوا إيديكم وتعالوا لي، فعملوا كده فعلًا وجُم لي بقى نعمل إيه، قُلت لهم يالّا اعملوا كده، 1، 2، 3 هوبا بتبدأي على طول ما فيهاش كلام، سهل جدًا، جدًا، المربى دي مربى مشمش، أنا جايبة الحبة اللي قدامكم دول ب25 جنيه، عشان هو قال الربع ب40 قُلت له هات تُمن، قال لي خدي بال25 جنيه الباقي، كان باقي لي 25 خدتهم الحبة دول ب25 جنيه مربى جميلة جدًا، جدًا، اللي هي مربى كريمي حلوة، رُحت جايباها منه والحاجات الفورماسيه دي كلها برضه ب20 جنيه، ب20 ألوان وب20 شوكولاتة، والشوكولاتة ديّة جبت تُمن كيلو ب20 وتُمن كيلو من التانية ب20، 20، 20، 20 كله كده إيه ب100، 105 أهو. يعني حاجة ما شاء الله اللهم بارك مش هتكلّف معاكِ، والبيتيفور عملناه بالكيلو دقيق واحد ما شاء الله بعد ما خلّصت خالص عمل معانا 2 كيلو من برّه، يعني تشتري 2 كيلو بيتيفور من برّه ب450 جنيه أو ب500 جنيه، أنا ما أعرفش الكيلو ب200 وكام برّه، بس أنتِ عملتِ التكلفة ما جاتش معاكِ كتير أوي زي برّه، وفرّحتِ بيتِك وولادِك، وسيبِك من كل ده يا سِت الكل، المهم إن أنتِ اللي عاملاه بإيديكِ الحلوين، يا سلام بقى كده لمّا تقعدي بقى كده إيه تتفشخري كده بنفسِك وتقولي ياه! أنا اللي عاملة البيتيفور ده دوقوه، ياه! حد قدِّك بقى النهارده والّا إيه؟ أنتِ اللي عاملة طبعًا الحاجة لبيتِك وولادِك بنضافة وبحُب وبإخلاص وبتوفير كمان، هتقولي تسلم إيديكِ اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش اللايك والشير فضلًا وليس أمرًا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد معانا، وتقولوا لي إيه رأيكم، الطريقة عجبتكم والّا لأ، وهل هي سهلة فعلًا والّا أنا اللي بابسّطها؟ بس والله بجد هي سهلة جدًا. وفي الآخر اتعمل بقى كده بُص بقى ما شاء الله طعمه جميل جدًا، جدًا، واللي هو إيه بقى بيدوب في البُق دوب، بُص مش محتاج أي حاجة، ودول كانوا فايضين معايا، وكان خلاص الحاجة قرّبت تخلص منّي، الشوكولاتة البيضا خلصت والشوكولاتة الغامقة لسه على وشك الخلصان، بس قُلت مش مشكلة هاكمّلهم برضه إيه بعد الفيديو، أشوفكم على خير ومع ألف سلامة.